ازيكم عاملين يا رب؟ ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. النهارده الاسئله المهمه في ماده الاقتصاد فرقه اولى حقوق طنطا عربي طبعا، لان الانجليش عندهم الماده دي بالانجليزي، فنركز في الاسئله المهمه دي. طبعا احنا الاسئله المهمه دي متكرره، دكتور يعني متكرره في الامتحانات كتير، دكتور بيكرر عليها كل سنه في الاسئله المهمه دي. هنبدا نذاكرها، مش معنى كده ان انا هبدا اسيب الباقي، لا انا هبدا اذاكره برده، ولكن ده اللي هحط عليه سبوت وابدا اذاكره في الاول. تمام؟ طيب، اول حاجه تكلم عن مفهوم وطبيعه النظام الاقتصادي. 2 تكلم عن النظم الاقتصاديه السابقه على الرأسمالية، مهم جدا. 3 تكلم عن النظام الاقتصادي الرأسمالي، هام جدا. 4 تكلم عن النظام الاقتصادي المختلط. 5 اشرح الطلب الفردي وقانون وجدول منحنى الطلب، ده مهم جدا. برضو انا عايزه اقول لكم الاسئله دي بالنسبه لمذكرات رايت ارقامها كام، ده سؤال 11. تمام؟ طيب، تكلم عن المجتمع الاستهلاكي ونقده، س 12 في مذكرات رايت. اشرح مرونه الطلب ومعاملها وحالاتها المختلفه، س 15. س 15 س الارقام دي اللي موجوده في مذكرات رايت عشان الناس ما تتوهش. تمام؟ طيب، تكلم عن الحالات الاستثنائيه لقانون العرض، س 16. تناول بالشرح مرونة العرض وحالاته المختلفة، س 18. مفهوم السوق وأشكاله، س 19. خاصة مفهوم السوق. تكلم عن توازن الثمن في سوق المنافسة الكاملة، س 20. اشرح ندرة الموارد وترشيد اتخاذ القرارات الاقتصادية، س 22. تكلم عن عملية الإنتاج وعناصر الإنتاج، س 23. تكلم عن نموذج التدفق الدائري للدخل، س 29. اشرح الفجوة الانكماشية والفجوة التضخمية لكينز مطبقا على الأزمة الاقتصادية الأمريكية، ده مهم جدا جدا جدا، و99% بيجي من الامتحان، ده س 35. طيب، تكلم عن نظرية السيولة لكينز، س 36. تكلم عن أسباب البطالة في مصر وسبل علاجها، س 37. تكلم عن العلاقة بين البطالة والتضخم مع التوضيح بمنحنى فيليبس، هام جدا، ده س 40. تكلم عن مساهمة ماركس في نقد الاقتصاد السياسي، هام جدا جدا، س 41. تكلم عن مساهمة توماس في تحليل ونقد رأس المال في القرن 21، ده س 42. طبعا مادة الاقتصاد في بعض رسومات، طبعا عشان تضمن التقدير لازم تبقى عارف الرسمة وفاهمها وتكتبها في الامتحان. مش عايز تقدير وعايز نجاح، ممكن تتغاضى عن موضوع الرسومات، بس طبعا ده انا ما برجحوش لان الدكتور مش كاتبه من فراغ. تمام؟ طيب، بالنسبه لمشكله ماده الاقتصاد ان انت مش عارف تحفظها، ماده الاقتصاد محتاجه فهم، يعني هي لا غنى عن الفهم. احضر محاضراتك، خد كورساتك زي ما كان يتراءى ليك. وبالنسبه لرايت، منصه رايت، شرح ماده الاقتصاد كامله فيها، وتاريخ القانون والدستور، فكما يتراءى ليك المهم ان انت تحفظها من اي طريقه او اي وسيله. اشوفكم على خير ان شاء الله في الماده اللي جايه، وان شاء الله دايما في توفيق ونجاح. سلام عليكم.